ويا مساء الخير والمحبة على أجمل متابعين بالدنيا كلها. حبايبي شلونكم شخباركم؟ نبدي الفيديو مالتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. هنا حبايبي بديت الفيديو مالتي وياكم الظهر تقريبا قبل لا أبلش بالفطور. قلت خل أغسل المواعين وأنظف وبعدين أبلش بالفطور. هنا أنا طبعا عندي مواعين. سويت كيك مال عيد المعلم تعرفون، فأولادي ثلاثتهم رادوا والأولاد هماتين أكلوا وسويت طرشي، فخليت المواعين كلهم قلت خل أنظفهن وأكمل وبعدين أبلش بالفطور. طبعا الفطور اليوم أني مسوية ثواب الحماي الله يرحمه ويرحم موتاكم إن شاء الله يا رب. حبايبي شوفوا هاي الفقرة اللي دائما أسويها بعد ما أخلص المواعين، أرشن قاصر على أطراف السنك ينزل للحوض، أتركه 5 دقايق وبعدها أجي أغسله يطلع يخبل يلمع لمع. دائما هاي الفقرة أسويها وكلش حلوة. وطبعا أني دائما أسويها بالمرش، بس المرش انكسر عندي يعني خرب دبيته، يعني أخلي قاصر بالمرش وأرش أفضل وأصرف إنه ما يصرف هواية قاصر. فهنا أنا بعد ما كملنا المواعين وغسلت السينك والكاونتر نظفت اللي حوالينا، هنا بعدها نجي نبلش بالفطور. طبعا حبايبي آسفة وعذروني على التصوير، ما أعرف إنه طالع حلو أو مو حلو لأنه بدون ستاند. الستاند هماتين انكسر عندي، طبعا تعرفون بعد هي من تلتم مرة واحدة، هماتين انكسر وبعدني ما طالعة على مود أجيب لي ستاند مال التصوير، والإضاءة إذا ما حلوة يعني سامحوني على التصوير. هنا حبايبي بلشت بالفطور. طبعا فطورنا اليوم كنت ناوية أسوي دولمة ثواب الحماي الله يرحمه ويرحم موتاكم، وبس رحت للمول وشفت السلك مو زين، حيل مو زين يعني كلش ما عجبني. فبعدين ظليت أفكر شنو أسوي. إجا أبو هاجر جايب كيلو لحم، قال هذا كيلو لحم سويه برياني على تمن أحمر. فهنا أنا حبايبي ثرمته، طبعا أنا مسوية التمن الأحمر وبديت أسوي الحشوة. فهنا أنا ثرمته وراح أغسله وأسلقه. حبيت أخذ رأيكم بموضوع لأن رأيكم يهمني. حبايبي بما أنه شهر رمضان المبارك مقبل علينا، الله يبلغنا وإياكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله، ويجعلنا وإياكم من الصائمين والقائمين إن شاء الله. فحبايبي هواي بنات طلبوا من عندي حلويات، فقلت بما أنه شهر رمضان مقبل علينا شنو حابين انزل لكم فلوقات تحبون او حلويات او طبخات، ان شاء الله ما راح اقصر وياكم. اكتبوا لي بالتعليقات شنو حابين انزل لكم وتدللون حبايبي. طبعا راح اترك لكم الحساب مال انستغرام والتيك توك بصندوق الوصف، وهماتين راح تظهر لكم على الشاشة اذا حابين تتابعوني. هناك بالانستغرام يوميا متواجدة وانزل يوميات. اذا وصلتوا لي هنا وبعدكم مخلين لايك خلوا لي لايك، واللي ما مشترك يشترك ويفعل جرس الاشعارات حبايبي، لا تنسون لان اللايك يرفع من مستوى القناة واكون ممنونة منكم حبايبي. هنا طبعا بعد ما غسلت اللحم وخليته على النار فورتين وطلع هذا الزفر الصير لي فوق هاي الرغوة، فلازم نشيلها. قريب ما يريد يستوي ضفت له ملح وارجع اغطيه لحد ما يستوي. هنا طبعا اللحم استوى عندي والمي مالته نشف، والبوتيتا اني سويتها مكعبات وقليتها على جهة، والبصل سويته جوانح وقليته. هسه هنا راح اضيف اللحم على البصل واظل احمسه بعد، واضيف له بس بهارات البرياني. طبعا اني خاله الملح للحم يعني بعد ما يحتاج، والبوتيتا هماتين خلت لها ملح. وهنا أنا خليت بس البهارات البرياني، طبعا كلش أحب بهارات البرياني يعني عشق. ظليت أحمس بيها تقريبا مدة 5 دقايق لحد ما صار هذا شكلها. هنا أنا ضفت البوتيتا عليها، وحبايبي للأمانة طبعا قليل من المي مالت اللحم زاد، فضفت عليها وغطيتها شوية في الدقيقتين تقريبا وبعدها شلتها. راح أسوي وياكم الداطلي. هنا أنا خليت 2.5 كوب من الطحين ونص كوب من النشا ونص ملعقة كبيرة من الفانيلا ورشة ملح خفيفة حيل، راح أخلطهم خلط جيد. بعدها طبعا هنا أنا خليت الجدر على النار وضفت له 2 ملعقة كبار من الشيرة. طبعا الشيرة أنا مسويتها قبل بوقت، وضفت 2 ملعقة من الزيت.
حبايب جربوا هاي الطريقة تفوتكم والله، تطلع هشة وياكم تخبل أحلى من مالت السوق. هنا أنا بعد ما خلطتهم الزيت والشيرة القطر، طبعا البعض يسمونه قطر والبعض يسمونه الشيرة، راح أضيف كوبين مي وأخلطهم وأنتظر لحد ما يفور عندي. شوفوا شلون يصير لي بهالشكل هذا. هنا أنا قام يغلي، فحبايبي راح أجيب الخلطة اللي سويتها، الطحين والنشا والفانيلا والملح، راح أضيفهم وعلى السريع أخلط بيها بهذه الملعقة الخشبية بهالشكل، أخلط بيها لحد ما تتكون عندي عجينة ناعمة وحلوة. طبعا أنا إذا صايمة لازم أسوي فد شي حلا، لازم ما تقبل غلط، وإذا كلش لازم أسوي كاستر أو محلبي. فهنا أنا شوفوا لي العجينة شلون صارت بهذا الشكل، هاي تكون عندكم العجينة ناجحة. هسه هنا أنا طبعا راح أخليها بالكيس الحلواني إذا عندكم، وإذا ما عندكم راح أنزل لكم طريقة إن شاء الله بالأيام الجاية كلش حلوة وسهلة، ويعني والكل موجودة عنده بكل بيت. القمع مال بطل مالت الزيت، طبعا طريقة حلوة وناجحة وهماتين سهلة توفر عليكم اللي ما عندهم هذا الكيس الحلواني. هنا طبعا الزيت يغلي واني شكلتها بهذا الشكل. هنا راح ابدي اقليها حبايبي، بس انتبهوا لي على هاي الطريقة. هنا انا قليت هاي الوجبة، راح ارفعها واخليها على جهة واروح اقلي الكمية اللي بقت لحد ما تبرد هاي الوجبة، وبعدين ارجع اقليها. طبعا راح تقولون نقلي ونشيل ونرجع، بس لا والله هاي الطريقة مضبوطة وكلش حلوة، يعني والله اذا جربتوها وشفتوها راح تستطيبونها وابد ما راح تغيرون هذه الطريقة. بعد ما قليت الداطل الباقي على النص، يعني قليته على النص وشلته ثانيته شوية يبرد، وبعدين رجعت بنفس الزيت قليته. هنا شوفوا لي النتيجة. بعد ما استوت هنا راح ارفعها وانشفها زين من الزيت واضيفها على القطر الشيرة. طبعا الشيرة اني سويتها من 3 اكواب من المي و3 اكواب من الشكر وعصرة ليمونة وبرش مال ليمون، يعني القشر برشته، اذا تشوفون الاصفر هذا تنطي نكهة كلش حلوة. وحبايبي طبعا الشيرة لازم تكون باردة، فهنا اخليها شوية بالشيرة وبعدها ارفعها. وهماتين راح اترك لكم مقادير الشيرة بصندوق الوصف. وصار وقت الاذان، وهنا كمل الفطور وطلعنا لنا كم بيت ثواب، وان شاء الله ثواب الواصل يا ربي، الله يرحمه ويرحم امواتكم جميعا يا رب. حبيت اشوفكم الداطله من الداخل شلون مقرمش من فوق ومن داخل كلش حلو. شوفوا لي شكلها شلون حلوه، واتمناها قدامكم حبايب قلبي. بعد الفطور طبعا فطرنا وسنحت تقريبا نص ساعه هيجي ورا الفطور اكيد. قمنا شربنا شاي وكملنا مواعين وتنظيف. هنا وين راح نحضر ملابسنا ونروح وين؟ البيت العيلة، بيت جد الجهال، يعني بيت عيالي. فهنا حضرنا غراضنا على مود نروح.